السلام عليكم. الدكتورة بسمة رحمة الله عليها والدكتور حمدان الطبيب البيطري اللي شغال في شركة أدوية في الكويت. أحمد ونور وياسين 7 و9 و11 سنة. حادثة مدينتي المروعة، حادثة الدهس اللي كل السوشيال ميديا مش سايب كلام إلا وبيتكلم عليها. الدكتورة بسمة رحمة الله عليها الموضوع كله حصل في المنطقة أو في الكومباوند الشهير في التجمع الأول مدينتي. الكلام كله اللي بيتقال كلنا سمعناه، وكلنا قرينا لغط ما بعده لغط، وكلنا قرينا آراء متضاربة، وكلنا قرينا حاجات غريبة، ولكن في المجمل في واقعة دهس قوية حصلت في المكان ده، وتعتبر جريمة قتل كمان مروعة في المكان ده. جريمة الدهس اللي حصلت هتبتدي كالتالي: الطفل الصغير اللي بيلعب بالسكوتر اللي حك في عربية أحد الأشخاص ساكني منطقة الفلل أو المنطقة 19 في مدينتي. في الوقت ده على طول الأب نزل على طول علشان يشوف ابنه خدش عربية مين. الأم والأطفال كلهم نزلوا، وكما يقال في بعض المصادر الإخبارية ومش في كلها إن كمان كانت في واحدة كمان معاهم نزلت كمان علشان تشوف الليلة. الأب بيدور هو والأم على مين صاحب العربية اللي اتخدشت من ابنه الصغير وهو بيلعب بالسكوتر. خدش صغير، العربية باينة جدا، والصورة بتاعة الخدش بتاعة العربية برضو باينة جدا. يعني لو احنا بنركن بالعربية وخبطنا في عمود نور او خبطنا في حيطة معينة ممكن يعمل الخدش الصغير ده. ما علينا. الاب بيدور على مين صاحب العربية، كذلك الام والاسرة كلها نزلت عشان تشوف الموضوع مين. برضو كما الصحافة اللي هي كاتبة الكلام ده كله. بيقال زي ما بيقولوا شهود العيان، نزل احد الاشخاص قال العربيه دي بتاعتي وانا ساكن في الفيلا ديت، وانتوا جايين تسرقوا الفيلا بتاعتي وجايين تقتحموا كمان المكان ده كله. الامر مش كده تماما. طفل صغير بيلعب بالسكوتر، ما اعتقدش انه هيجوا من بلدهم لان هم مش قاهريين، مش هيجي من بلدهم مخصوص في مدينتي علشان يلعب قدام بيت حضرتك بالسكوتر. برضو اي كلام. حصلت مشادات كلاميه ما بينهم هما الاثنين، ولكن في المجمل وشهود العيان كلهم كانوا بيقولوا ان الراجل ده او الطبيب كان بيعتذر للراجل الشخص اللي هو صاحب العربيه. كل ده فقط علشان ابنه خدش العربيه بتاعت حضرتك. في الوقت ده كله برضه حصلت المشاده الكلاميه بشهود العيان اللي بيقولوا الكلام ده كله. الاسره باجمعها، الاب الدكتور حمدان، والام رحمه الله عليها الدكتوره بسمه، والاطفال الثلاثه وصديقتهم كمان اللي كانت معاهم في الوقت ده، كما يقال برضه في المصادر الاخباريه، علشان احنا مش عارفين كان معاهم حد ولا لوحدهم. المهم في الوقت ده على طول ادوا ظهرهم للراجل اللي عمال يشتم وعمال يزعق، وادوا لهم ظهره على طول ومشوا. بعدها على طول دور عربيته ودخل فيهم كلهم بالعربيه، دهسهم دهس كامل. متعمد مش متعمد، جريمه قتل شايفها من الطراز الاول. ولكن برضه احنا مستنيين البيان اللي هيصدر من كل المواقع الاخباريه، وتحديدا الخبر الاهم اللي احنا مستنيينه وزاره الداخليه هتقول ايه بعد التحقيقات وبعد تفريغ الكاميرات كلها من المكان ده كله. جريمه الدهس اللي حصلت دي في منطقه مدينتي او في المربع رقم 19 جريمه فعلا كلنا بنتكلم عليها، وكل الناس مصري وغير مصري بيتكلم عليها. زي ما بيقال دور عربيته دخل في الاسره كلها من ظهرهم لغايه لما فرمهم تماما. الام على طول تقريبا توفت في الحاله عن طريق نزيف المخ، جالها نزيف في المخ على طول. عقبال لما راحت المركز الطبي كانت ميته في الحاله. الاب او الدكتور حمدان كسور متعدده، والاطفال الثلاثه برضه كدمات وكسور. ولكن برضه بعض الجيران بيأكدوا ان الاطفال خرجوا بالسلامه، ولكن خرجوا يتامى، يعني بمعنى ان الام توفت على طول في الحال، والاب اللي اصبح ارمل بعد جريمه الدهس دي. احنا مستنيين الحكم ومستنيين القرار، واللغط اللي عمالين نسمعه يوم ورا التاني وساعه ورا التانيه كتير شويه. بمعنى ضابط شرطه، بعدها على طول طلعت وزاره الداخليه قالت ان ده مش ضابط شرطه. برضو بعض المصادر بتقول ان هو نقيب طبيب في الجيش.
برضو هنتاكد من المعلومه دي، ولكن اللي متاكدين منه ان الجهات التحقيقات اللي اتعملت على طول معاه اكدت ان الشرطه العسكريه مسكته في الحال، وهو سلم نفسه كمان في الوقت ده على طول. الطبيعي ان الشرطه العسكريه هي اللي بتحاسب او هي اللي بتدي التحقيقات مع ضباط الجيش. في الوقت ده على طول بدات البيانات تطلع، وبدات التصريحات تطلع، وبدا كل الكلام يطلع، وبدات الاشاعات تطلع. ضابط الشرطه اللي عمل، وكل الناس تعاطفت مع الشخصيه رحمه الله عليها، الانسانه المحبوبه رحمه الله عليها الدكتوره بسمه، هي واسرتها واطفالها. وكلنا مستنيين حق الدكتوره بسمه وحق الدكتور حمدان. لكن في حاجه صغيره هنتكلم عليها، الا وهي العناوين كلها اللي نازله على المصادر الاخباريه فعلا عناوين قويه، وفي ناس بتصطاد في الميه العكره. يعني في ناس عايزه تعمل انقلاب، وعايزه تعمل ثوره، وعايزه تعمل لغط على الفاضي، وبيتكلموا ان الناس دي كلها ضباط او ضابط شرطه او ضابط جيش. زمان كانت الحاجات دي كلها بتتسمع من هنا وتطلع من الناحيه التانيه. دلوقتي اي حاجه فيها اشاعه على طول بتتصدر للاشاعه بالخبر الصحيح بتاعها. وزي ما قلنا وزاره الداخليه طلعت الموضوع على طول وقالت ان الموضوع مش مفيهوش ضابط شرطه. اللغط برضو ما زال مستمر، ان ده ضابط جيش والدنيا هتتطرمخ عليه. عايز اكد لكم حاجه صغيره، في الوقت اللي احنا فيه بحق الله انا شايف ان المحاكمات كلها بتبقى عادله. رئيس الجمهوريه بيقف قدام منصه القضاء، مع احترامي، الوزير، المحافظ، ضابط الشرطه، ضابط الجيش، الاعلاميين، الدكاتره، المهندسين، كل الناس بتقف قدام منصه القضاء سواسيه. محدش يشكك في نزاهه القضاء المصري ولا التحريات برضو بتاعتنا لضباط المباحث. محدش هيدين نفسه بحاجه زي كده ويطرمخ على موضوع، من الكبير للصغير. الجهات التحقيقات شغاله في الموضوع 100%، والجريمه دي هيتحاسب عليها الشخص ده ايا كان رتبته او ايا كان وظيفته في الدوله. ومش عايزين نصدر كلام الا وهو ان ده وظيفه عاليه ووظيفه متدنيه. كل الناس سواسيه، حضرتك وظيفتك بتبقى في مكانك اللي انت موجود فيه، داخل وحدتك، داخل عيادتك، داخل مستشفيتك، ايا كان من الحاجات دي كلها، حتى داخل قناتك الناس الاعلاميين. لكن بعد ما بتطلع على طول بره المكان بتخلع الحاجات دي كلها وبتلبس بدله تاني خالص، او بتلبس قميص وبنطلون اللي انت كمواطن مصري عادي. علشان كده ما نصدرش الكلام اللي هو بيتقال الا هو ان الموضوع هيتطرمخ عليه نهائيا. احنا مستنيين الحكم العادل في حاجه زي كده، ومستنيين مجريات الامور، وهنشوف اخرتها ايه، وهنشوف التحقيقات وصلت لايه. ضباط المباحث اللي نزلوا على طول في منطقه المربع 19 في منطقه مدينتي، اللي على طول فرغوا الكاميرات وشغالين فيها علشان يشوفوا الموضوع ده حصل فيه ايه. برضو الخناقه اللي حصلت ما بين الشخص ده وما بين الاسره دي برضو محدش سمع تفاصيلها، مش هتفرق كتير. ايا كان اللي حصل في حاجه زي كده انت دهستهم من ظهرهم. مستنيين الحكم ومستنيين التحريات. الكلمه الصغيره اللي عايزين نقولها، يا ريت ما نتكلمش في المواضيع اللي احنا مش فاهمين فيها، وما نصدرش اشاعات. الاشاعات دي ممكن تضر بلدنا كلها وممكن تضر ناس معينه. مع احترامي للكلام الاخير اللي احنا هنقوله، لا ضابط، لا ضابط جيش ولا شرطه ولا اعلامي ولا مستشار ولا وزير ولا محافظ ولا رؤساء مجلس مدن، كل الناس دي بيقفوا قدام منصة القضاء لو في حاجة معينة عليهم. علشان كده ما نصدرش إشاعات ونصدر كلام مش صح لينا في الوقت الحالي. نقابة الأطباء البيطريين اللي بعتت وفد كامل للدكتور علشان تطمن على حالته الصحية، وراحت كمان زي ما بيقولوا البلد بتاعته علشان واجب العزاء في المنطقة دي. واكدت كمان نقابه الاطباء البيطريين وقوفها مع الدكتور ده قلبا وقالبا. مش النقابه بس، كل الناس المصريين والعرب وكل الناس واقفين مع الدكتور رحمه الله عليه اللي زوجته توفت، الدكتور حمدان والدكتوره بسمه. بنعزي اهالي الدكتوره بسمه والدكتور حمدان في وفاه الدكتوره بسمه رحمه الله عليها، وبنعزيهم كلهم وبنعزي اسرهم وجيرانهم وكل قرايبهم رحمه الله عليها. وحق الدكتوره بسمه راجع راجع، محدش يشكك في حاجه زي كده. ده الموضوع اللي حصل في المربع 19 في المنطقه الراقيه في التجمع الاول في كومباوند مدينتي، ولسه مستنيين التحريات كمان هتقول ايه. السلام عليكم.